فيديو بتمنى من حضرتك تتابعه للنهايه. بس في البدايه صلى على النبي، قول عبد الله الصلاه والسلام. لو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. بعد فوز النادي الاهلي على سيراميكا كليوباترا، كابتن خالد الغندور طلع كده قعد يخبط بكلام، يعني انا مش عارف هو قاله ازاي. تعال نبدا، بس قبل ما يتكلم عن مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا اسمع كابتن خالد الغندور قال ايه، ونكمل بقيه حديثه واحده واحده معاه. الملك بعديها خد دوري الابطال. يعني الناس بتقول لك انتوا ما رحتوش، عمركم ما رحتوا كاس عالم. طب انا دلوقتي رحت كاس عالم سنه 2000، كانت البطوله هتبقى في 2001، تمام. وبعد كده فزت بالبطوله برضو على حساب الرجاء وعلى حساب الوداد في السوبر، وكان المفروض لو في بطوله كاس عالم هتاهل برضو. لا، كابتن خالد الغندور بيقول لك ان هو بمعنى اصح ان هو راح كاس العالم مرتين، كاس العالم للانديه. بيقول لك انا رحت كاس العالم للانديه سنه 2000، المفروض انها تلعب في 2001. طب يا كابتن خالد، رحت بصفتك ايه كاس العالم للانديه سنه 2000 او 2001؟ سنه 2000 بطل دوري ابطال افريقيا هارتس اوف اوك الغاني على حساب نادي الترجي التونسي. بطل 2001 نادي الاهلي بطل بطوله دوري ابطال افريقيا على حساب نادي صن داونز 3-0. انت بقى رحت بصفتك ايه سنة 2000 او 2001؟ انا عايزك تقنعني. انت رحت سنة 2002، هو ده اللي انا اعرفه عن تاريخك يعني. انا مش عارف ازاي انت بتقول ان انت رحت مرتين، دي حاجة غريبة والله يا كابتن خالد. وبعدين انت كسبت الرجاء، مال الوداد بالسوبر بالكلام ده اللي انت بتقوله ده؟ انت كسبت الرجاء وكسبت الوداد في السوبر. هل السوبر مثلا كاس السوبر الافريقي بيأهلك لكاس العالم للانديه؟ لا طبعا. بس انت يا كابتن خالد بتخاطب عقلية معينة وفئة معينة عايزة اللي يقول لك حاضر زي ما حضرتك بتعمل. كمل يا كابتن خالد. انا عندي فرقه لعبت في شهرين 3 ماتشات او 4 ماتشات في شهرين، اللي هو النادي الاهلي شهرين كاملين 60 يوم لعبت 3 ماتشات في الدوري، عشان هم بيعتقدوا ان فرحه الجمهور وسعاده الجمهور ان انا البطوله الافريقيه اللي بيشارك فيها نادي اهم من ال 17 نادي. البطوله الافريقيه اللي بيشارك فيها 4 انديه مصريه، اللي يكمل يكمل، اللي يخرج يخرج، اهم من الدوري المصري اللي فيه 34 اسبوع. فمش ما عنديش مانع ان انا ابوظ الدوري. كابتن خالد الغندور بيكلمك على فوز الاهلي النهارده، بيقول لك انا عندي فرقه في مصر لعبت في شهرين 3 مباريات. يا كابتن خالد الفرقه اللي انت بتتكلم عليها اللي هي لعبت في شهرين 3 مباريات، دي الفرقه دي لعبت 12 مباراه. حضرتك راجع جدول الترتيب الدوري وخش على دوري ابطال افريقيا وانت تعرف ليه. ولو عايز تعرف ليه انا متاجل مباريات، انا في اخر 4 مواسم دي السنه الرابعه في دوري ابطال افريقيا واصل نهائي 4 نهائيات في دوري ابطال افريقيا، وانا الوحيد اللي مشرف مصر في البطوله الافريقيه وفي كاس العالم للانديه. اظن حضرتك ما تعرفش حاجه عنها. انت كنت لسه بتقول ان انت واصل مرتين، ده انت بتقول ان انت بطل دوري ابطال افريقيا سنه 2000 يا راجل. يا راجل ده انت مش عارف تاريخ ناديك. عايزني انا اللي اقول لك؟ بص يا كابتن خالد، انت في دوري ابطال افريقيا كنت حصاله. بعيدا بقى عن النظر كنت حصاله ولا مش حصاله، انت كنت في مجموعه شمال افريقيا، معاك الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، المريخ السوداني اللي كان بيلعب في ليبيا. شمال افريقيا الاهلي كان مع مين؟ الهلال السوداني شمال افريقيا، القطن الكاميروني صن داونز جنوب افريقيا. شوف بقى المجموعه وشوف السفر والارهاق وانت تعرف ايه الفرق وليه انا كان بيتاجل لي مطوشه. وبعد ما تاجل لي هل انا شرفت الكره المصريه ولا ضرتها؟ بس يا كابتن خالد انا مش عارف اقول لك ايه. وعمال تقول لي بقى الوداد ولسه هتقول لي الوداد السنه اللي فاتت ما تاجلوش ووصل نهائي. يا كابتن خالد السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها انا بلعب بلد رحت 3 مرات كاس العالم للانديه يا كابتن خالد. يا كابتن خالد انا خدت 2 دوري ابطال افريقيا. فانت يعني عارف انا بسافر كل بلد شويه عشان اشرف البلد اللي احنا فيها. فطبعا الدوري المصري بالنسبه لي ولا ليه اي لازمه. عارف ليه يا كابتن خالد؟ لان انا عندي منه كتير، واهم حاجه عندي فعلا البطوله الافريقيه. اسمع بقى مصطفى الفخراني ده اللي هيضحكنا شويه هيقول ايه، وارجع لي تاني. كده يعني كرياده نادي الزمالك، افريقيا ما كانش فيها مسابقات يعني ذات جدوى يعني، فكان الزمالك بيشارك في بطوله اوروبا، مش ماتشات وديه. انا هجيب مجموعه، يا ريت استاذ كريم يعرض لنا مجموعه الزمالك مع ريال اهي وهونفيد جلوسكرنبرج. دي كانت مجموعه الزمالك، وفي مجموعه بعديها المجموعه الثانيه هي كانوا لغايه 6 ده في مجموعات. كره السله. دي في كره السله. في كره السله في بطوله اوروبا في السله من سنه 76 لسنه 79، وبسبب التكاليف الزمالك ما قدرش، كان المفروض يشارك بعد كده بس ما شاركش. انا مش هراجع تاريخ وراك،
بس اللي ضحكني في الموضوع كله ان انت بتقول ان الزمالك كان بيشارك في دوري ابطال اوروبا في فرقه السله وما كملش عشان المصاريف. انت متاكد ان هو ما كملش عشان المصاريف؟ طب مش واخد بالك من الصوره اللي حضرتك عرضتها دي؟ ليه الزمالك ما كملش؟ الصوره هي قدام حضرتك عزيزي المشاهد. ايه سالب 195 دي؟ ايه سالب 195؟ حضرتك شوف سالب 195 دي ايه، وانت هتعرف ليه الزمالك ما رضيش يشارك في دوري ابطال اوروبا. تعال نشوف بس كابتن خالد الغندور. ادينا ضحكنا شويه على مصطفى الفخراني. كمل يا كابتن خالد انت، عشان انت معانا النهارده طويل قوي. كمل يا كابتن خالد. معلش، طب مع احترامي يعني، مع احترامي مثلا للنادي الاهلي وقيمته وتاريخه وبتاع، هو مين احسن ناس عملت تاريخ في القاره؟ مازيمبي وصل النهائي، والرجاء منظم. ده حتى العين الاماراتي اللي كان بيلعب ساعتها فيه حسين الشحات، العين الاماراتي عمل نتيجه ووصل لمباراه النهائي على ارضه. مازيمبي والرجاء والعين الاماراتي دول احرزوا فضيه كاس العالم للانديه، والهلال السعودي. بس استثناء الهلال السعودي، الهلال السعودي كان معاه مين؟ وشوف الاهلي كان بيقابل مين السنه اللي قبل اللي فاتت واللي قبليها، والسنه اللي قبل والسنه اللي فاتت دي مش اللي هي 2023، لا اللي قبليها يا كابتن خالد. شوف انا كنت بلعب من غير الدوليين وخدت برونزيه، واصطدمت بمين؟ ببطل البرازيل. ها، السنه اللي قبليها كان بايرن ميونخ، السنه دي ريال مدريد. يعني في طريق بطل اوروبا. يعني انت ما تعرفش يعني ايه بطل اوروبا. هما بقى مازيمبي اتغلب من مين يا كابتن خالد في النهائي؟ من بطل اوروبا انتر ميلان 3-0. العين الاماراتي اتغلب من ريال مدريد. مين تاني يا كابتن خالد؟ الهلال السعودي اتغلب من ريال مدريد. الرجاء اتغلب من مين يا كابتن خالد؟ شوف يا كابتن خالد التاريخ وانت تعرف. يعني هما دايما بيبعدوا عن بطل اوروبا، فبالتالي بيقابلوا بطل اوروبا في النهائي. انا لو ما اصطدمتش ببطل اوروبا اخر كام موسم كان زماني في النهائي يا كابتن خالد. وبعدين يا كابتن خالد، الرجاء والعين كانوا اصحاب الارض والجماهير. صباح الفل عليك يا كابتن خالد. انت ايش عرفك؟ انت ايه اللي مضايقك يا كابتن خالد؟ صحيح احنا يا جدع مبسوطين بالبرونزيه، انت ايه اللي مضايقك وايه اللي مجننك كده يا كابتن خالد؟ كمل لنا كمل لنا. قال لك من ضمن الحاجات في يلا كوره مثلا، يلا كوره قالت لك، حطها لي على الشاشه، قالت لك الاهلي يصبح اول فريق في العالم، خدوا بالكم، اول فريق في العالم يتاهل يعني مجرد التاهل مش المشاركه لكاس العالم للانديه في كره القدم واليد والطايره والسله بعد فوزه بلقب البال. طيب هنا السؤال يا جماعه، يعني ايه يتاهل في اللغه العربيه؟ ما معنى يتاهل؟ يعني انا بلعب بطوله، البطوله دي لو انا كسبتها من خلالها هتاهل كاس عالم في اي لعبه. طيب انا اسمي خالد الغندور، كابتن نادي الزمالك في 2000 و2001. في ذاك الوقت كنا نعلم جيدا ان في بطوله كاس العالم للانديه لكره القدم، وفزنا بالبطوله وتاهلنا الى كاس العالم اللي هيقام في اسبانيا. وخدوا بالكم، اهم بطوله، اهم بطوله كاس العالم كان البطوله اللي كان هيشارك فيها الزمالك، مش اللي شارك فيها الاهلي طوال الست سبع مرات اللي فاتوا. خالد، هو يلا كوره كان بيقول الاهلي يصبح اول فريق يتاهل لكاس العالم في كره القدم والطايره واليد والسله في موسم واحد. طب ما قريتش الجمله دي خالص؟ هو بقول لك في موسم واحد، يعني الالعاب دي كلها الاهلي راح كاس العالم للانديه. انت بقى عمال تتكلم في كلام مش عارف انت بتقول ايه. والزمالك انا كان مجموعه مين في كاس العالم للانديه؟ طب وشاركت؟ لا، الشركه فلست. والشكو حلو على كاس العالم للانديه يا كابتن خالد. بعدين كاس العالم للانديه يا كابتن خالد اللي انت بتتكلم عنه وفريقكم 12 فريق. انت شوف يا كابتن خالد، انا باخد برونزيه و20 25 هيبقى 32 فريق، وان شاء الله انا موجود في ال 32 فريق. هل انت موجود في ال 32 فريق دول؟ لا طبعا. طب التصنيف الدولي مساعدك يا كابتن خالد؟ لا طبعا مش مساعدك، الترجي التونسي مسابقني. طب انت فين يا كابتن خالد؟ انت فين من التصنيفات دي كلها؟ ايه تصنيفك في الفريق ده؟ انت اتكلمنا على الماضي، طب واللي احنا فيه ده ايه؟ انا بخاطبك ازاي يا كابتن خالد؟ صحيح كمل لنا كمل لنا، ضحكنا شويه. الزمالك مهدد بايقاف 3 فترات قيد بسبب موضوع شيكابالا وسبورتنج لشبونه، والموضوع ده ما فيهوش هزار. الزمالك مش عارف يحول الفلوس انت بتتكلم بس خالص. الزمالك مهدد بالايقاف 3 فترات بسبب قضيه سبورتنج لشبونه ونادي الزمالك ومحمود عبد المنعم شيكابالا الاسطوره بتاعتهم. طب يا كابتن خالد ما دفعتوش الفلوس ليه؟ اصل محجوز على الفلوس، محجوز على الحسابات. كابتن خالد اعرفك حاجه، سبورتنج لشبونه ده واخد حكم في القضيه من 2015.
يعني القضيه بقى لها 8 سنين. انت كنت فين خلال ال8 سنين دول؟ المهم احنا نطلع نهود الناس ونقول لهم ان احنا عندنا مشاكل على الحجز على الاموال ومضطهدين المستشار. طب والقضيه دي من 8 سنين يا كابتن خالد؟ لا، هو مضطهدين المستشار والحجز على الاموال. هو ده اعلام نادي الزمالك. كمل يا كابتن خالد. يعني ايه قيمه الكوره؟ قيمه الكوره ان انا عندي انديه كتيره جدا جماهير بتحبها، فانا بروح ملعبها. الموضوع صعب. يعني مثلا في بطوله افريقيا مثلا الاهلي يروح يلعب سيمبا تنزاني، الزمالك يلعب الهلال السوداني، الزمالك يلعب كوتوكو، الاهلي يلعب مازيمبي، وات ايفر. انت بتروح ملعب مختلف، اجواء مختلفه، جمهور بيشجع الفرق اللي قدامك، فبيحصل اجواء تنافسيه. لما يجي على ملعبك نفس القصه. لكن دلوقتي انت بتحس مفيش حاجه اسمها ملعب بره وملعب جوه في الكوره عندنا في مصر. مفيش ملعب بره وملعب جوه خالص. مفيش جمهور عندك هنا ولا في جمهور بتروح لضد جمهور. زمان كان فيه يا جماعه. كابتن خالد بيقول لك قيمه الكوره داخل الملعب وان انا اروح ارضي واروح ارضك والاعب ده في ارضه والاعب ده في ارضه والاختلاف يعني عايز تقول يا كابتن خالد مش الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه؟ هو ده اللي انت عايز تقوله. اما بقى لو هتتكلم في دوري ابطال افريقيا فانت يا كابتن خالد، طب ما انت بتروح تلعب في اسماعيليه وبتلعب في مش عارف فين وفين وفين، بتعمل ايه في دوري ابطال افريقيا؟ ولا حاجه. هل تفتكر يا كابتن خالد ان الاهلي خايف يلعب الاسماعيلي مثلا في اسماعيليه؟ لا طبعا. وقلنا هاتوا موافقات امنيه. وما العيب فين يا كابتن خالد؟ هو الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه، هو ده العيب وهو ده اللي مبوظ الدوري. هو ده كابتن خالد الغندور وفكره. يا راجل ده انا هضحكك. شوف الفيديو ده اللي هو بيقول على وزير الماليه ايه، وارجع لي تاني عشان هنضحك ضحكه حلوه. يلا بينا. الحجز على النادي كمان. وزير الماليه حجز على كل ارصده النادي في كل البنوك المصريه، وبلغ البنك المركزي ان اي فلوس تخش في اي بنك في مصر محجوز عليها. طب في مصلحه مين يا جماعه؟ وزير الماليه أكمل يا خالد. حاجز على كل البنوك بتاع الزمالك. يعني الزمالك اداله فلوس، الزمالك عنده اموال، اداله فلوس من الفلوس الضرائب تقريبا او فلوس حاجه زي كده. ففضل محجوز على كل ارصده الزمالك من خلال البنك المركزي. بيقول لك وزير الماليه حاجز على ارصده نادي الزمالك ولازم يفك الحجز وي 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 ومضطهدين وخلي الزمالك نادي مشلول ومش عارف يتحرك ومش عارف يجيب صفقات وي وي وي. مع ان نفس الناس دي ونفس الاعلام دي ونفس القناه دي قالت كلام تاني خالص. المستشار مرتضى منصور هو اللي طلب وزير الماليه بالحجز على حسابات نادي الزمالك. وساعتها ادي هو اعلام نادي الزمالك بنفسه اللي هيقول لك الكلام ده. هنبعد عن المواضيع دي. انا وانا قاعد في البيت من يومين بالظبط اتفاجئت بكلام مستشار مرتضى منصور، وقال بالحرف الواحد كده، قال لك اللي هو بعت خطاب للدكتور محمد معيط وزير الماليه بيطالبوا بالحجز على حساب بنك مصر لصالح مصلحه الضرائب، لان نادي الزمالك مديون او مدين ليها بمبلغ معين. لا دي رايك يا استاذ شراوي في القصه دي؟ لان انا اتفاجئت صحيح وكلنا اتفاجئنا هذا الخطاب وهذا القرار. على الهوا واحنا قاعدين يومها هنا. لا انا كنت اتفرج عليكم في التلفزيون ففوجئت لقيت قلت ايه ده اول مره واحد. انت بتبالغ عن نفسك. ضحكنا على فكره. بتبالغ عن نفسك. دي ضربه معلم المستشار مرتضى منصور. احنا قلنا فلوس نادي الزمالك دي فلوس اموال عامه. نادي الزمالك ملك الحكومه والضرايب دي الحكومه، فالاولى ان اللي ياخد الفلوس بتاعه نادي الزمالك طالما بقى خلاص في حكم قضائي وبتاع والكلام دوت، فالاولى خلاص يبقى الفلوس تروح للضرايب اللي هي اصلا كانت مستحقات من ايام مجلس ممدوح عباس. يعني الضرايب دي اساسا ما كانتش من المجالس الاداريه مجلس ممدوح عباس برضه، ده متراكمه من سنين. فخلاص طالما كده الفلوس ضايعه على نادي الزمالك، خلاص يبقى تروح للضرايب، لان الضرايب دي اللي بيستفيد منها كل المواطنين المصريين في صوره الخدمات اللي بتتقدم في التعليم وفي الصحه وفي الطرق وفي الحاجات اللي هي الخدمات اللي بيستفيد منها. ما الناس بتدفع ضرائب ليه؟ ما تدفعش كده مجرد جبايه للحكومه، لا صحيح. الحكومه بتاخد الضرائب من المواطن عشان تقدم له في النهايه شكل معين من الخدمات العامه اللي هي ما بتحققش ارباح، زي الصحه المستشفيات والكلام دوت والتعليم وغيرها من الخدمات اللي الحكومه بتقدمها للمواطنين. فخلاص يبقى فلوس نادي الزمالك اللي محجوز عليها الاولى بيها فلوس الحكومه تروح للحكومه. فلوس بصراحه هي كانت فكره عبقريه، ما حدش يعني ايه، هي كانت خارج الصندوق. يعني مين اللي فكر في النهايه بالشكل ده؟ المستشار مرتضى لما فكر فيها خارج الصندوق تماما. لما بتيجي تقول ان الراجل ده فعلا يعني حجه قانونيه انت ما بتجاملوش، هو بالفعل فاهم في القانون وعارف كل شيء ومحدش يقدر يغلبه في القانون.
اعلام نادي الزمالك اما المستشار مرتضى منصور طلب وزير الماليه بالحجز على حسابات نادي الزمالك، طلع قال لك ضربه معلم ولازم فلوس النادي تروح لوزاره الماليه، والفلوس دي بتروح للشعب والشعب يستفيد. ودلوقتي يقول لك العيب ان مش راضيين يفكوا الحجز على الارصده. طب انتوا دفعتوا الفلوس اللي عليكم؟ لا، بس احنا مضطهدين والمستشار مرتضى مضطهد. الناس دي كانت بتقول لك ضربه معلم. هو ده اعلام نادي الزمالك والكوميديا اللي بيضحكنا فيها اعلام نادي الزمالك. ان شاء الله النادي الاهلي ناقص له 15 نقطه ويتوج ببطوله الدوري رسميا. يعني ان شاء الله 5 مباريات من اصل 10 مباريات الاهلي لو حقق الفوز في 5 مباريات سيتوج ببطوله الدوري رسميا. ان شاء الله بعد فوز النهارده على سيراميكا نقفل صفحه سيراميكا دي نهائي. وعندنا بقى الوداد حبيبنا. تعالى يا عم وداد، ده انت ليك عندي حاجه كده من السنه اللي فاتت في الطائره البيضاء عايزها منك. عايزين نفوق ان شاء الله لمباراه الوداد، وان شاء الله هيبقى في مفاجاه حلوه قوي في مباراه الوداد. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.